اهلا وسهلا بيكم من تاني. في الفيديو ده هنتكلم عن جانب مظلم من عالم التكنولوجيا والاختراعات اللي مش كتير مننا يعرف عنها اي حاجه. في اختراعات واكتشافات اتعملت على مر السنين، لكن بسبب خطورتها الكبيره على البشر تم حظرها ومنع بيعها في كل انحاء العالم. ورغم ان الحكومات بتحاول تسيطر وتمنع تداولها، لان في مواقع على الانترنت لسه بتبيع الحاجات دي بشكل غير قانوني. هنستعرض معاكم اخطر الاختراعات اللي المفروض ما تشوفش النور تاني، زي اسلحه معينه او ادوات تكنولوجيه متطوره ممكن يتم استخدامها في اغراض شريره. وهنجاوب على اسئله كتير زي ليه الحاجات دي محظوره، وازاي ناس كتير بتشتريها من غير ما اي حد ياخد باله. لو عايز تعرف اكتر عن العالم المظلم وازاي التكنولوجيا بتقدر تكون سلاح خطير في ايد الناس الغلط، تابع الفيديو للنهايه علشان هتكتشف حاجات عمرك ما كنت تتخيل انها بتتباع على الانترنت. طيب لو كنت بتحب التليفونات القديمه زي النوكيا والحاجات اللي هي بالزراير دي، احب اطمنك التليفون ده مش ليك خالص. التليفون ده حلم اي شخص مخترق ومنفصل عن العالم، ووزنه خفيف ووزنه لا يتعدى 80 الى 85 جرام. بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اوعى تتخدع في شكله. التليفون ده بيعمل حاجات خطيره جدا وممكن ما تصدقش لما اقول لك. اول شيء، ممكن تعمل منه مكالمه من غير شريحه. كل اللي عليك هتفتح شبكه الواي فاي، اول ما تعمل مكالمه هتلاقيه بيرن معاك عادي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك معرفش. وما تقولش ازاي التليفون ده بيعمل كده او يقدر يعمل ايه تاني، وانت بنفسك تقدر تطور فيه. ممكن تفكك زرار وتحوله لاستوديو كامل. انت متخيل؟ وحاجه غريبه جدا في التليفون، ممكن يقعد معاك اكتر من 18 ساعه مكالمات متواصله. اخر حاجه في الجهاز ده ان سعره كله على بعضه حوالي $80، اي ما يعادل 500 جنيه مصري، يعني تقدر تشتريه عادي. ولكن هقول لك على حاجه، مش هيفيدك بحاجه وبس. الجهاز اللي بعد كده، لو انت بتحب تكون تكنولوجي وعايز تفتح اي قفل، فالجهاز ده ليك. بس خلي بالك، الجهاز ده محظور دوليا، لان الجهاز ده بيفتح اي قفل واي باب في غمضه عين. كل اللي عليك ان هو في ابره هتحطها جوه القفل وتضغط على زرار واحد بس، والف مبروك عليك، القفل اتفتح. والجهاز ده جواه بطاريه، البطاريه دي بتدوم حوالي ساعتين الى 3 ساعات عشان تعرف تشتغل بيه، لان زي ما احنا قلنا كل الاجهزه اللي معانا في الحلقه تكنولوجيه جدا. بس المشكله فيه، الجهاز ده وزنه تقيل جدا، ممكن يدخل في حوالي نص كيلو، ولكن كل الباقي فيه مميزات. وبيجي معاه اكتر من 10 ابر علشان لو واحده ما فتحتش معاك التانيه تفتح بكل سهوله. وتقدر تفتح بيه ما يعادل 60 مليون باب. انت متخيل الرقم؟ يعني ايه 60 مليون باب؟ بس عايزك تخاف من حاجه، الجهاز ده مش اي حد يعرف يستخدمه. الجهاز ده عشان تستخدمه لازم تتدرب عليه مش اقل من سنه. معلش، الحاجات الحلوه ما بتكملش. والجهاز ده اختراعه صيني، ولما الصينيين عرفوا بالجهاز ده اخترعوا اقفال مستحيل تتفتح. ولو قلت لك الاقفال دي معموله من ايه مش هتصدق. تخيل ان الاقفال دي عاملينها من البلاستيك. ما تستغربش، لان بلاستيك الصين غير البلاستيك اللي انت تعرفه. ولكن الجهاز ده فيه مشكله كمان صغيره ممكن ما تناسبكش. بالنسبه للجهاز، لو انت عايز تجيبه ومعاك فلوس محيراك، فالجهاز ده ب $2700، يعني ممكن تدخل لك في حوالي 150 الى 200 الف جنيه. قول لي بقى، انهي اختراع فيهم عجبك، الاول ولا التاني؟ قول لي في كومنت الاختراع اللي عجبك وهرد عليك بكل سهوله. وبكده نكون خلصنا. لو ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش لايك وشير علشان تشوفنا كتير. والسلام.